انا الكحك معاكم دايب التحفه بصراحه، المقدار مظبوط مليون المية، وده اللي محافظ على النقشه بتاعته زي ما دخل الفرن زي ما خرج. كحك ناعم وخفيف وهش، بصوا تحفه. بس كمان يعني بيخش الفرن ويخرج زي ما هو في ناعم، وفي نفس الوقت ما يتكسرش منك. بصي الكحكه من جوه عامله ازاي، والملبن سايح خالص فيها. بصوا الجمال، بصوا الملبن. يلا بينا نشوف الوصفه. ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. حالا رمضان جه وحالا هنبدأ في المخبوزات بتاعة العيد. النهارده هنعمل أول حاجة في مخبوزات العيد، هنعمل الكحك الدايب التحفة المظبوط اللي هو خشن قوي ولا ناعم يتكسر منك، مظبوط بيطلع تحفة. أول حاجة لكيلو دقيق، عندي كيلو دقيق وده أهم حاجة لازم أنخله. دي بقى اي نوع يعني هو بصراحه انا استعملت قبل كده السنه اللي فاتت دقيق سايب وحطيت عليه معلقتين نشا وكان تحفه. الحقيقه ده الدقيق اللي معايا السنه دي، انا الحقيقه ده عامله دقيق الضحى، الكيس اللي هو دقيق الضحى، واتاكد من الميزان، يعني حطوه على الميزان الاول، اتاكدوا ان هو كيلو، لان في اكياس في السوق ما بتبقاش كيلو مظبوط، فيا ريت لو عندك ميزان اوزنيه. خلاص كده انا هشتغل في كيلو دقيق، عندي كيلو دقيق لازم انخله، حتى لو متاكده من نظافته مليون المية لازم تنخليه عشان يخش للدقيق هوا كده. للكيلو دقيق بقى بستعمل لهم ايه، بستعمل لهم نص كيلو ملبن. نص كيلو ملبن 550 جرام من السمنه، ويا ريت تكون سمنه نوعها حلو وريحتها حلوه، وده اللي بيخلي الكحك بتاعك مميز. خلاص كده انا معايا سمنه بلدي، وممكن تخلطيها لو عايزه، ممكن تحطي شويه روابي على شويه بلدي زي ما انت تحبي، بس كل ما يبقى نوع السمنه حلو بيديكي نتيجة حلوة جدا. يعني كل ما تبقى السمنة حلوة كل ما تبقى نتيجة الكحكة وقطمتها كده فيها طعم وريحة، حتى لو ما حطيتيش ريحة الكحك كفاية انك تشمي ريحة السمنة البلدي. خلاص معايا 550 جرام من السمنة على الكيلو دقيق، ونص كيلو من الملبن، وعندي السمسم. الحقيقة انا بحب اجيب السمسم ابيض واحمصه في البيت. اول ما بتجيب السمسم ابيض وتحمصيه في البيت بتبقى ريحته ظاهره قوي في الكحك بتاعك. اول حاجه هشتغل فيها قبل ما اخش على الدقيق، الاول هنروح نودي السمسم يتحمص، وكمان هحط السمنه على النار. السمنه انا عملت الكحك معاكم قبل كده بالسمنه ساقعه طالعه من التلاجة بمضرب البيض، وعملته كمان بالسمنه المقدوحه. النهارده هنعمله يا دوبك هنسخن السمنه، يعني تبقى ايه، لا هي سخنه قوي بتقدح ولا هي دوبك سايحه، يعني تدفى شويه. خلاص كده هنروح نولع على السمنه والسمسم، وتعالوا بقى نشتغل دلوقتي في الدقيق. خلاص كده هنودي دول لحد بقى غيرنا ايه يشوف المهمه دي، ونشتغل احنا في الدقيق. الكيلو دقيق زي ما اتفقنا هننخله الاول. حط معلقتين سكر بودر. السكر بودر بيساعد على تحمير الكحكه، فلازم ما تطنشوهوش يعني. حط معلقتين، ومعلقه تكون ممسوحه، ما تكونش يعني مليانه قوي علشان ما يمررش معانا، وده ريحه الكحك. في ريحه كحك بيبقى من مكان لمكان يختلف، يعني في افتح من كده شويه، وفي يعني المهم ما تكتريش عن معلقه علشان خاطر بيمرر معاكي. خلاص كده هنحط كمان بعد ما حطينا ريحه الكحك نص معلقه بيكنج باودر. خلاص، وتاكدوا من نوع البيكنج باودر يكون نظيف، لان في انواع مغشوشه في السوق فبتجيبها الحقيقه ما بتعملش اي نتيجه ولا بتتفاعل اصلا، معرفش هو ايه بصراحه. خلاص كده فاضل لنا كده بقى ايه، اللهم صل على النبي، نحضر بقى الخميره. هنقلب بس الاول، نحط كده ذره ملح، وده لازم على الكحك. بصوا يعني حاجه مش هعملها لكم بالمعلقه، يعني ذره كده، ذره، اوعوا تكتروا لانه بيبان قوي على فكره. هنقلب بقى كل المواد الجافه دي مع بعضها، وتعالوا بقى نحضر الميه والخميره. قلبنا بقى المواد الجافه كلها على بعضها كده، هنركنه على جنب بقى كده، مش فاضل هنحط حاجه غير السمسم. السمسم لما يتحمص هوريكم هنحط كميه قد ايه. هنركن بقى الدقيق كده على جنب، وعندي هنا نص كوبايه ميه دافيه هنزل عليها بمعلقه سكر. هحط سكر بودره وخلاص، يا دوب معانا اسرع يعني. خلاص كده، وعليها معلقه خميره صغيره مليانه. خلاص، كل ما تعملوا الكميه اكبر في الكحك خففوا الخميره، لان الحقيقه بتاخد وقت عبال ما بتشكليه فبيخمر معاكي. فلو عم تعملي كميه كبيره يا ريت يكون الخميره ما تكونش كتير، يعني مثلا المعلقه ما تبقيش تمليها قوي. هنقلب السكر مع الميه، اللي هنقلب الخميره مع الميه والسكر، ونشوف الخميره بتاعتنا هتتفاعل ولا لا. هندول بقى الخميره زي ما اتفقنا كده، هننزل بس كل اللي عليها ده علشان ايه، ده من المقدار بتاعنا. خلاص، ممكن تستبدلي الميه بلبن، بس بصراحه بالميه برضو بيبقى حلو قوي.
انا بقى السمسم بالشكل ده كده، انا محمره بزياده طبعا، مش هحط الكميه دي كلها اللي هنحطه بالظبط على الكحك بتاعنا، ما تكتروش لان الحقيقه لما بتكتري سمسم بيبوظ النقشه بتاعت الكحك معاكي. انا هحط 3 معالق كبار من السمسم كده على الدقيق وعلى الملبن هنزل بمعلقتين. خلاص كده، لسه الملبن طبعا ما عملناهوش. ملحوظه مهمه جدا عايزه اكلمكم عليها قبل ما وفي كمان طحنه شويه محلب، وده اختياري براحتك، ممكن تحطيه وممكن تستغنى عنه. هنزل بنص معلقه صغيره من المحلب. طيب تعالوا بقى اوريكم حاجه مهمه قوي علشان ايه ما تحتروش بصوا معلقه الشاي بتاع اللي عندي، في معلقه صغيره ومعلقه كبيره. المعلقه دي بتشيل 10 جرام، 10 جرام خميره، يعني هتحط ظرف الخميره كله. المعلقه بتاعتي غويطه كده وكانت بتاخد كتير، فانتوا خدوا بالكم. تجيبك بقى علشان تريحي وما عندكيش مثلا ميزان، حط 10 جرام من الخميره الفوريه. خلاص كده، هنقلب بقى السمسم كويس قوي مع المحلب ومع الدقيق بتاعنا، وتعالوا نشوف هنعمل ايه في الملبن. سخنا السمنه، بصوا يا دوبك سخناها لدرجه انا ماسكه الحله بصوا بايدي، يعني مش ماسكه فوطه ولا حاجه. خلاص كده، يعني سخناها تسخن بس مش تقدح. هننزل بقى بكميه السمنه بتاعتنا. اهم مرحله عشان تاخدي كحك حلو لازم البس، لازم تبسي كويس قوي قوي قوي. خلاص، طبعا الملبن احنا بقى دلوقتي هنشتغل ايه، انا هقعد ابس كده على جنب، وهنشتغل كمان في الملبن هنحط له معلقه سمنه. تعالوا بس كده الاول نقلب ده كويس كده. بصوا بقى اللي لسه ما بسناش وما عملناش حاجه خالص، تشوفيه كده تقولي ايه ده، ما هوش عايز اي حاجه تاني. لا، لازم تاخديه على الاقل بين ايديكي 10 دقايق كده كده، لحد ما تحسي ان الدقيق بقى معاكي طري قوي، تحسي انه زي الكريمه كده. خلاص، انا بشتغل على فكره وهي لسه سخنه ما بردتش، بس هي مش سخنه قوي. خلاص، هنشتغل كده على الاقل 10 دقايق. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه في الملبن. بعد ما حطينا معلقتين من السمسم على الملبن، طبعا العجينه بتتبس بقى على جنب ما شاء الله، يعني عندي بنوتي بتساعدني. خلاص كده، فحطيت معلقتين من السمسم وهحط عليهم شويه مكسراهم كده، مش عاملاهم في الطحانه، يعني يا دوبك مكسراهم حاجه بسيطه كده من عين الجمل. ممكن تحط بندق، تحطي اي نوع مكسرات انت بتحبيه. هنحط عليهم معلقه سمنه مش كبيره، بصوا يعني يا دوبك لو فردناها كده تبقى معلقه سمنه ممسوحه. ليه بقى؟ لانك لو كترت السمنه في الملبن هتبص تلاقيه انفجرت معاكي الكحكه، السمنه بتقعد تغلي جوه مع الملبن وتخلي النقشه بتاعتك تبوظ، وكمان الكحكه تبص تلاقيها نقشتها راحت كده وتفتح المهم الكحكه. يعني هننزل بمعلقه ممسوحه كده على النص كيلو ملبن. خلاص، هنقلب بقى كل ده كويس قوي. هنقلب ده كله كده، نعجنه كده عجين. قلبنا كويس قوي الملبن مع السمسم والسمنه البلدي بالشكل ده كده. لازم تكون سمنه نوعها حلو علشان تبقى يعني حلوه كده ولها طعم وريحه في الكحكه. الكحكه بعملها تقريبا من 20 ل 25 جرام، فبحط لها قد ايه؟ بتحط لها تقريبا، بصوا يعني دي كده الدايره بتاعت الملبن كده تقريبا 6 جرام. خلاص، هنعمل الملبن كله بالمنظر ده. وتعالوا بقى نشوف الكحك بعد ما تبس هنحط عليه ايه. بصوا بقى، فضلنا نبس كده بالمنظر ده كده لحد ما العجينه تبرد تماما، مينفعش نحط الخميره ابدا والعجينه سخنه. هنا بقى هننزل بنص كوبايه اللي احنا عاملين فيها الخميره بتاعت، بصوا ما شاء الله الخميره اتفعلت ازاي. الكيلو بياخد كوبايه الا ربع، فانا هحط نص كوبايه من الميه زي ما عملناها كده مع بعض. انزل بس الخميره كلها كده، هحط النص كوبايه ميه، ونحط ربع، بس ربع مش كتير، لان كتر السوائل بتخلي اللهم صل على النبي العجينه بتاعتنا تنشف. خلاص، ما بنعجنش خالص بصوابعنا اهو، يعني عامله صوابع كده زي مضرب البيض كده. خلاص، وبلم كده اهو بالشكل ده كده. هتبص تلاقي دلوقتي العجينه تقفش. طبعا احنا حطينا نص بس سوائل، بنحط كمان تقريبا ربع، بس ربع لبن او ربع ميه براحتك. انا عندي ربع كوبايه لبن يا دوبك، ما هيش دافيه كمان، يا دوبك حاجه بسيطه قوي كده بدرجه. بصوا العجينه عملت ازاي اهي. هنزل بقى هنا بربع كمان من اللبن، لبن او ميه مش هتفرق كتير، يعني كده بياخد تقريبا كوبايه الا ربع. الكيلو بياخد كوبايه الا ربع سوائل، لبن او ميه. خلاص، هلمها بس كده.
بصوا بقى كده اهي العجينه بتاعتنا كده خلاص. مش هحط لها سوائل قوي في المرحله دي تقولي ايه اصلها شكلها مفرفت قوي، اصلها شكلها ناشفه. لا تعالى اقول لك ازاي تختبريها وتقدري تاكدي ان السوائل والسمنه مظبوطه المليون المية، عشان ما تزوديش سوائل وينشف معاكي. اوعي تزودي سوائل، اوعي عن كوبايه الا ربع تزودي سوائل خالص، هتنشف معاكي الكحكه والسمنه اللي انت حطيتيها دي كلها ولا هيبقى لها لازمه. خلاص بنجرب بالشكل ده كده اهو. بصوا ما شاء الله، ولا شقه ولا شقه واحده. الكحك بتاعنا مش عايزينه يخمر، بس هديله بس كده ايه اللي هو المه على بعضه بايدي كده. خلاص مش هعجن، اوعي تقلبي كده وتعجني، اوعي لا خالص. انا هعمله كده اللي هو لمه كده في بعضه وهسيبه. انا مش عايزاه يخمر، انا هسيبه تقريبا يرتاح زي 10 دقايق كده، واروح بقى اجيب السجان بتاعتي. كده بقى العجينه بتاعتنا ارتاحت، يعني يا دوبك حضرنا السجان كده زي 10 دقايق. بصوا بقى العجينه ما شاء الله، ولا محتاجه تليني فيها كتير ولا اي حاجه، هي ما شاء الله زي الفل. بناخدها بقى، احنا بنقول الكحكه بالملبن تقريبا بتعمل زي 22 25 بالكتير. خلاص كده. انا موضوع يا جماعه النقش بصراحه مش بحبه، لان كده كده بحط سكر على الكحكه. فانتوا بقى اللي بياكلوا ساده، يعني بياكلوا من غير ما يحطوا سكر على الكحكه ينقشوا. خلاص كده. انا معايا دلوقتي حطيت قطعه الملبن فيها اهي. لا لسه طبعا لسه ما حطيناش اهو. هنعمل كده بايدينا اهو، نفتحها كده شويه وبعدين بنروح حاطين الملبن وقافلين عليها بالشكل ده كده ونلفها كده بين ايدينا. اوعوا تعملوا كده وتروحوا حاطينها على يعني تحطوها كذا واحده وبعدين تبتدوا تنقشوا بالطباعه بتاعتكم كده، مش هينفع على فكره. بصوا الطباعه بتاعت ده طالعه خفيفه قوي، فبصراحه جبت ديت لقيتها بتطبع احلى، فقلت اعمل بيها. لاني انا دلوقتي جيت اعمل بالطباعه لقيتها طالعه مش حلوه خالص. بصوا ما شاء الله دي مطلعه النقشه حلوه ازاي اهي. خلاص. فخدوا بالكم اللي تعملوها تحطوا فيها ملبن لازم تنقشوها او تطبعوها على طول قبل ما تحطيها في الصاج. خلاص. ونروح حاطين بقى كده في الصاج. هعمل انا كمني عامله كميه قليله، فمش هعملهم بقى يعني مش هعملهم كلهم مره واحده وبعدين اسوي، يعني هما كميه قليله. هولع الفرن يسخن الصاجين، بعد ما اعمل صاجين اللي هيخشوا في الفرن اولع الفرن واحطهم على طول، لان مش عايزه الكحكه تخمر. خلاص كده خلصنا الكيلو كحك معانا. الكيلو عمل 91 قطعة، 91 كحكاية بالحجم ده. والكيلو دقيق خد النص ملبن كله. خلاص كده هنسويه على درجة حرارة كام بقى؟ على درجة حرارة 180 لمدة تقريبا كده يعني زي 25 دقيقة نص ساعة. بس خدوا بالكم كل فرن بيرجع يعني كل واحد تبع فرنه. اول ما ياخد لون من تحت لون حلو كده تولعي عليه الشواية يا دوبك ياخد لون بسيط. خلاص. الكحك اللي محشي ما بيقعدش وقت طويل في الفرن، وما تهدلوش النار قوي عن 180 عشان الملبن ما يغليش ويخلي الكحكه تفرقع معاكي. هنسويه بقى ونوريكم بعد ما نخلص. خلاص خلصنا الكحك بتاعنا التحفه بسم الله ما شاء الله. ولا كحكه فتحت ولا كحكه تبصي كده تلاقيها فلقت، لان المقدار مظبوط مليون المية. عايزه بس كمان اوريكم السوا بتاعها. بصوا ما شاء الله الكحكه خفيفه ريشه، يعني انا ماسكه الكحكه في ايدي. بصوا النقشه ما شاء الله عامله ازاي، زي ما هي ده زي ما دخلتيها. عايزين نفتح برضو كحكه من جوه كده نشوفها من جوه عامله ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا الجمال. بصوا الملبن فيها سايح وهايش ما شاء الله. بصوا بصوا الجمال بتدوب دوب. شوف بس كده كمان اهو. بصوا ما شاء الله دايب دوب دايب، مش اللي تمسكيه يتكسر، يعني دايب في نفس الوقت كده هش وتحفه. يا رب طريقتي تكون عجبتكم. شكرا ليكم، سلام عليكم.